هاتي شوية ورق أبيض وبكرة لزق وشوية مية وهخليكي تعملي أحلى كيمو كونو، أحلى من اللي بنشتريه من الجاهز، مع شوية بقى من كومبو بتاع فرايداي بطريقة سهلة وبسيطة. وكل الجمال ده كله بكوباية واحدة بس من الكريمة، وحتى تقدري تعمليه في الخلاط ومن غير أدوات تشكيل وبأسهل وأبسط طريقة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأول علشان نعمل الجمال ده كله هنحتاج لربع كوباية من اللبن البودرة، ومعاها نص كوباية من الكريم شانتيه الخام، وربع كوباية من كريم شانتيه بطعم الكريمة اللباني أو من الكريمة اللباني. تقدروا تستعملوها كلها كريمة خام أو كلها كريمة لباني المتوفر عندكم. هنحتاج على الكلام ده كله كوباية إلا ربع من السكر البودرة لحد كوباية على حسب السكر اللي تفضلوا، لكن كوباية إلا ربع هيكون مقدارها مظبوط قوي. هحط مع الكلام ده كله بقى ربع كوباية من اللبن الحليب، ومعايا كوباية من المية الساقعة المتلجة هنزلها بشكل تدريجي وبالمضرب زي ما انتوا شايفين. اول ما شوية المية تختفوا والكريمة بتاعتي تنفش معايا كده وقوامها يرتفع، هنزل شوية تانيين من المية واضرب تاني. بعد ما ضربت الكلام ده كله بقى عندي كريمة متماسكة، قسمتها لنصين. خدت اول نص حطيت عليه نص معلقة من الكاكاو ومعلقة كبيرة من بودرة الكريم شانتيه، ده ربع كوباية اللي احنا كنا شايلينه على جنب عشان ما حدش يقول استعملنا ازاي. التركايه بقى اللي فعلا بتبقى احلى محسن يتعمل للايس كريم، ان انا باخد 50 جرام من الشوكولاته مع معلقتين كبار من الزيت وبسيحهم وبضيفهم على خليط الايس كريم بتاعي، يعني ما يعادل معلقتين كبار، لان انا هنا كنت مسيحه كميه اكبر من الشوكولاته. ضربت الكلام الجميل ده كله مع ربع كوباية تاني من المية المتلجة لحد ما خدت بقى قوام بتاع الايس كريم كده ناعم ومتماسك ومش بيقع عندي من المعلقة وحلوة قوي. عايزة اقول لكم ان اللهم بارك ريحته حلوة. طبعا لو عايزين تغمقوا اللون او تزودوه براحتكم. النص التاني حطيت عليه معلقة لبن بودرة، معلقة كريمة، معلقة كبيرة من السكر، والمحسن اللي ما بنستغناش عنه اللي بينقل الايس كريم في حتة تانية، معلقتين كبار من الشوكولاتة البيضة مقلبينها مع معلقتين كبار من الزيت، ربع كوباية مية، ونعيد ضرب تاني في الايس كريم بتاعنا لحد ما يكون قوامه هش كده وكريمي. هنا ما حطيناش اي حليب مكثف محلى، ما حطيناش اي حاجة، كل المقادير سهلة وبسيطة. ولو لسه مواصلين ومكملين في الفيديو بتاعنا ما تنسوش اللايك والشير وتعملوا متابعة للبيتش علشان يوصلكم كل جديد. ما تنسوش تشتركوا في قناتي على يوتيوب علشان تشوفوا كل الفيديوهات الجديدة اول باول. اخدت بقى البسكوتة بتاعتي، سيحت هنا شوية من الشوكولاتة وهنكتر الزيت شوية، يعني انا استعملت 200 جرام من الشوكولاتة حطيت معاهم تقريبا كوباية الا ربع من الزيت علشان تكون قوامها خفيف كده وتقطم معايا وهي بتتاكل وتبقى حلو. ده اللي هيخلي البسكوتة بتاعتكم ما تطراش وتبقى حلوة، وهتبقى حلوة قوي معاكم وسهل. الورقة بقى بتاعتنا كلنا حلوين وبنعرف نعمل قراطيس، لموا الولاد حواليكم وببدأ اخد طرف الورقة كده والفه على بعضه، وبحتة من اللزق تحت ببدأ ان انا اقطعها واقفل القرطاس بتاعي واعملها شكل الكونو كده او شكل القرطاس الطويل. بدأت بقى كده ان انا احط كل بسكوتة جوه ورقة من القراطيس البيضة اللي احنا عملناها. طبعا تقدروا تستعملوا ورق فاكيوم، ورق زبدة، اي نوع ورق بلاستيك شفاف عندكم، اي نوع متوفر تستعمله. حطيت الكريمة بتاعتي بقى بتاعت الايس كريم جوه اكياس، بدأت ان انا اوزع. اول ما بوصل عند طرف البسكوتة بعد 3 لفات وخلاص على كده. على الوش شوية شوكولاتة متسيحين، شوية من السوداني، من كلنا عندنا طبعا سوداني من رمضان، شوية على الوش تاني. بوزع طبقة من الايس كريم بتاعتي جوه البسكوتة، بطلع فوق 3 لفات بالظبط، 1 2 3. شوية من الشوكولاتة ببدأ كده ان انا اعمل خطوط عشوائية على الوش مع شوية من السوداني المجروش، وهيبقى معانا حلو جدا. شفتوا قد ايه الطريقة سهلة وحلوة؟ الشوكولاتة بتاعتنا بنفس الطريقة هنعملها. احنا حاطين الورقة بتاعتنا او البسكوتة بتاعتنا جوه الكيس، بنبدأ ان احنا نملاها برضو 3 لفات ونغرق شوكولاتة من فوق. عايزة اقول لكم اللهم بارك اللهم بارك، هيطلع كمية حلوة قوي، طعمه فعلا هيكون حلو قوي، طريقته سهلة وبسيطة، ما بتاخدش وقت ولا اي حاجة. انا بس بشرح لكم كل الخطوات علشان كل حاجة تبقى سهلة عليكم. بمقص بقى كده وهنقصر القراطيس بتاعتنا علشان تكون واخدة حجم مناسب ومعقول ان انتوا تقدروا تدخلوها جوه الفريزر. هندخل الكلام الجميل ده كله في الفريزر اقل حاجة 4 ساعات علشان يطلع معانا حلو كده ومتماسك زي اللي بيجي من بره. في اكياس اللي هي الاسترتش دي هنغطي بيها، ولو مش متوفرة تقدروا تغطوا باكياس التلاجة وعلى الفريزر. علشان نعمل الكومبو بقى في كل بسكوتة من البسكوت بتاعنا
تقريبا نص معلقة كبيرة مليانة من الشوكولاتة علشان ناخد اخر حتة كده في الكيمو كونو، بتبقى حلوة قوي. برضو نزلت كده الدايرة بتاعت البسكوتة بتاعتي في الشوكولاتة علشان تبقى حلوة. ده سهل قوي وبسيط. لو مش متوفر عندكم اكياس حلواني تقدروا تستعملوا اكياس التلاجة، يعني سهلوا الدنيا على نفسكم. لفتها كده من فوق وعملت شكل الكومبو كده الكبير. وفي الخطوة دي تقدروا تحطوا اي نوع من الحشوات، ممكن تحطوا نوتيلا، تحطوا يعني اي حاجة بقى تحبوها، مش جاي في دماغي حاجة دلوقتي. ممكن تحطوا بيستاشيو، تحطوا كريمة حليب، تحطوا حتى كراميل، اي حاجة تفضلوها ممكن تحشوها جواه. هندخلها الفريزر ساعتين، وبعد ساعتين هنطلعها. شوية الشوكولاتة بتوعنا لسه موجودين، عايزة اقول لكم ان هم هيكفوا كل الكمية، مش هتحتاجوا اكتر من كده. يعني قالب شوكولاتة واحد هيكفي معاكي كل الكمية دي بره وجوه. قلبت فيهم شوية من السوداني المجروش وحطيتهم معاها. وعايزة اقول لكم بقى اتفرجوا على الحلاوة بعد ما طلع. اللهم بارك، انا حرفيا بقيت مبهورة بنتيجته من كتر ما طعمه مظبوط، المقدار بتاعه حلو، السكر بتاعه بالشعرة، البسكوتة بتاعتنا مرطبتش ما طريتش ولا اي حاجة، محافظة على قرمشتها. الشوكولاتة بتاعتي مش عاملة اي ريحة، السوداني مش طري. لما بنسيب الشوكولاتة بتاعتنا تبرد شوية وبعدين نعمل بيها لما بتتقلب مع شوية الزيت والشوكولاتة بتطلع معانا خطيرة. استنى تجربوا الوصفة، تعملوا منشن لأصحابكم علشان يستفيدوا. ما تنسوش تعملوا سيف للفيديو وشير عندكم علشان تجربوه بعدين، ولايك وشير كتير قوي للفيديو. حلوين، صحة هنا.